قاعد هو ومراته وبنته في حمام السباحه اللي في بيته، لقى مجموعه مسلحين مقنعين داخلين عليه، كتفوا مراته وبنته وخطفوه. في سنه 1984 في اليابان، مليونير ياباني اسمه كاتسوهيسا ايزاكي، صاحب شركه ايزاكي جليكو للحلويات، ودي شركه كبيره، قاعد هو ومراته وبنته في حمام السباحه اللي في بيته، لقى مجموعه مسلحين مقنعين داخلين عليه، كتفوا مراته وبنته وخطفوه وحطوه في مخزن قديم مهجور وسابوه مربوط، وطلبوا فدية في وقتها تقدر ب4.5 مليون دولار. وبعد يومين وقبل الفدية ما تدفع، إيزاكي قدر يهرب من المخزن، والشرطة ما عرفتش توصل للي خاطفينه لأن المخزن كان قديم ومهجور. وفي نفس الوقت العصابة بعتت للصحافة وقالت لهم إن إحنا عصابة الوحش ذو 21 وجه، ليها اسم بالياباني كده معرفوش. وقالت في الصحافة إن إحنا حطينا سم السيانايد في المنتجات بتاعة مصنع الجليكو للحلويات، وما كانوش حطوا اي سم ولا اي حاجه. طبعا الموضوع انتشر، وشركات التوزيع والمحلات رفضت تاخد منتجات جليكو لحد ما بطل انتاج والشركه فلست. بعد ما فلست جليكو، العصابه بعتت للصحافه قالت لهم كفايه على جليكو كده، وراحوا مهددين مصنع تاني اسمه ريناجا للحلويات، وده برضه كان مصنع كبير جدا، ونفس اللي حصل لمصنع جليكو هو اللي حصل لمصنع ميروناجا، لا ينقص قلم ولا يزيد شلوت. والشركة في الآخر فلست وقفلت. استمرت التهديدات دي لمصانع تانية كتير، والشعب الياباني قعد سنة ونص ما بياكلش حلويات. الشرطة بقى كانت في وضع محرج جدا، وخصوصا في الفترة دي الشرطة اليابانية كانت مصنفة أقوى شرطة في العالم. رئيس الشرطة وكان اسمه ياماموتو، لما فشل في القبض على العصابة نفسيته اتدمرت، وراح جايب جاز ودلقه على نفسه وولع كبريت، وللأسف مات. وهنا عصابة الوحش ذو 21 وجه بعتت رسالة غريبة جدا للصحافة، قالوا لهم إن إحنا أشرار بس دي هتبقى آخر رسالة، وإحنا ما كناش نتمنى الموضوع يوصل للدرجة دي، وإحنا بنعزيكم وبنعزي الشعب الياباني كله، وخلاص مش هنعمل أي مشكلة تاني، وإحنا اكتفينا كده بمعاقبة مصانع الحلويات. وفعلا مفيش ولا رسالة وصلت تاني ولا ابتزاز حصل تاني لأي مصنع. والقضية دي في وقتها اتعرفت بقضية جليكو موريناجا، واللي لحد دلوقتي محدش عرف حلها أو مين العصابة دي وكانت بتعمل كده ليه أصلا، وخصوصا إن في فترة السنة ونص كان في مصانع كتير استجابت للتهديدات، فلما كانوا بيروحوا المكان علشان يدفعوا الفلوس ما كانوش بيلاقوا أي حد يستلم منهم فلوس. يعني طول الفترة دي محدش دفع حاجة، إنما اتخرب بيوتهم على السمعة بس، وكأن المقصود هو تدمير مصانع الحلويات في اليابان. أو ما كانوش عايزين اليابانيين بعد الأكل حلوا. حلوا يا حلوا. اعمل لايك بقى واشترك.